لو عايز تغير عادة سلبية مطلعة عينك، مضيعة وقتك، مضيعة فلوسك، مدمرة حياتك، فاسمع الكلمتين دول بجد علشان هيفرقوا معاك. اتعب شوية، اتعب لمدة بس 21 يوم، شهر. المخ بتاعنا عشان يتعود على حاجة جديدة داخل عليه محتاج مدة. زي ما انت خدت وقت علشان تتعود على حاجة مش كويسة او سلبية ايا كان هي ايه، انا معرفش، خدت وقت، ما حبتهاش من اول مرة، انت خدت وقت. فبالتالي انا كمان عايزه وقت علشان اشيلها واحط حاجه مكانها بديل، حاجه تفيدني انا، ما اضيعش وقتي. استحمل التعب والحرمان، بعد كده هتتعود. اعتبر نفسك بتاخد الدواء اللي هو الحرمان ده لمده 21 يوم عشان تعمل ريفريش للمخ ولجسمك ولحياتك. وانت في رحله الشهر دي حط لي حاجه مكانها بتحبها، ما تحطش حاجه انت ما بتحبهاش. حط حاجه المخ يقتنع بيها وتكون بالنسبه له تحدي جديد. خلصنا من النقطه دي. لازم تكون فاهم ان المخ عشان يبدا يغير حاجه لازم يشتغل على 3 حاجات. الجانب المعرفي، اقرا كتير وافهم الموضوع ده ليه حصل وامتى بدا ومخي بيحصل له ايه. ده الجانب المعرفي. الجانب المنطقي اللي بيقنعني ان انا ابطل الحاجه دي. اول ما افكاري تتغير مشاعري هتتغير، خلاص انا اقتنع ان الحاجه دي غلط، فبالتالي شعوري هيتغير لوحده. رقم 3، السلوك بقى هيتغير. غير الافكار، مشاعرك هتتغير، سلوكك يتغير، وبعد كده هتلاقي الموضوع ايزي وسهل وبسيط. ده باختصار لو عايز تغير عادة مش عارف تغيرها، حياتك متدمرة بسببها. نفذ من دلوقتي وابدأ خد التحدي ده واعتبر ان ده تارجت انت عايز توصل له مع الوقت، وهتوصل له. شجع نفسك وخليك مؤمن بنفسك كده، علشان لو شفت نفسك وحسستها ان انت ما تقدرش، فعلا مش هتقدر، فعلا مش هتعرف. لو انت واهم نفسك بكده فعلا ده هيحصل. اول ما تدي نفسك باور تبدا بقى تنطلق وتعمل حاجات كتير جديده وبديله، تبدا تحس فعلا ان انا بقدر، وبس كده.